السلام عليكم. ازيكم يا امارات؟ انا هعمل معاكم بقى ايه النهارده؟ الزيتون، وهوريكم ازاي يقعد معاكم من السنه للسنه من غير ما يعبي ميه كده ولا يطرى ولا اي حاجه. هيبقى قمر زيكم. انا عندي ده زيتون اللي هو اسمه عزيزي او عكايزي، يعني كل بلد بقى تقول لي تحت في الكومنتات عندكم اسمه ايه. وعندي كمان، بصوا ده شكله بيبقى واخد سحبه شويه او بوزه. وده عندي الزيتون التفاحي، بيبقى شبه التفاحة بالظبط كده، بصوا مدور خالص وشبه التفاح بالظبط. هوريكم ده هيتعمل ازاي وده هيتعمل ازاي وازاي يقعد معاكي من السنة للسنة. بس ده الفرق بينهم، التفاحي هو شبه التفاحة والتاني واخد سحبة شوية. وهوريكم كل واحد طريقته ايه. انا طبعا هغسله الاول كويس قوي، وهيتنقع كل مدة 3 ايام. كل يوم هتغيري المية بتاعته، ولازم طبعا تغير ميه عشان ينزل المرارة. مش هفتحه غير بعد 3 ايام. 3 ايام وهبتدي اللي انا اعمل فيه شق كده واحد بس بالسكينة، من اتجاه واحد بس كده. هعمل ده وده، يعني ان هو العزيزي او العجيزي والتفاحي بعد ال3 ايام يا امارات، مش قبل. ولازم موضوع النقع ال3 ايام دول تغير عليهم ميه يوميا، عشان بيبقى فيه مرارة كده شديدة شوية في الزيتون تنزل. اهو انا بوريكم الفرق تاني ما بين الزيتونتين علشان الراجل ما يضحكش عليكم يعني وانتوا بتشتروا التفاحي والعزيزي او العجيزي. يلا بقى نقول بسم الله ونشوف هنعمل ايه. انا عندي ده 3 لتر من المية، غليتها وسبتها ما بردت خالص. بس لازم تبقى مية مغلية وتبرد. لكل لتر من المية هنحط 3 معالق من الملح، 3 معالق كبيرة من الملح. لكل لتر من المية ليه 3 معالق من الملح. دول عندي 3 لتر مية، هحط ليهم 9 معالق ملح كبيرة. في ناس تانية بتعمل طريقة تانية، بيجيبوا بيضة عشان يعرفوا الملح مظبوط ولا لا، ويحطوها في المية بملح دي كده. لو عامت تبقى الملح بتاعها مظبوط، لو نزلت يبقى لسه عايز ملح. وكل لتر كمان ليه معلقة كبيرة من السكر، ومحدش يستغرب من السكر، دي حاجة مهمة على فكرة. وانا بضيفها لأي نوع مخلل بعمله. اي نوع مخلل بحط له معلقة السكر دي، بتفرق فيه. ده قشر الليمون اللي انا عصرته، وايه هفرمه دلوقتي في الخلاط وهوريكم هعمل ايه. طيب الزيتون والبطرمانات دي معقمة يا جماعة. بتعقميه ازاي؟ بتغلي مية، بتنزلي فيه البطرمان بتاعك وهي بتغلي كده وتطلعيه. ولازم يكون نضيف طبعا قبل ما تعقميه كده. كيلو الزيتون ليه نص كيلو من عصير الليمون. كيلو زيتون ليه نص كيلو من عصير الليمون، وهو الزيتون كده بيحب العصير الليمون أكتر كتير. عندي جزر بقى أنا بشراه، هضيف منه طبقات زي ما انتوا شايفين. وادي الليمون، قشر الليمون اللي انا فرمته في الخلاط، هضيف منه بس معلقة كده. وعندي كمان هريسة شطة اللي كنت عاملاها قبل كده معاكم. ممكن تضيفي الهريسة دي في المية على طول، ما تعمليش كده. عندي ده كمان آه كرفس. كرفس كده احط كام ورقة، واضيف طبقة كمان من الزيتون. طبعا انتي ممكن تضيفي توم، بس انا الحقيقة مش بحب التوم في الزيتون خالص، فانا بفضله بالطريقة دي وبيبقى حلو قوي. جربوه يا امارات على طريقتي، هيعجبكم ان شاء الله. هعمل الزيتون بقى طبقات، طبقة زيتون، طبقة جزر. واوعوا تنسوا الكرفس في الزيتون، اوعوا. بيدي طعم للزيتون حلو قوي، وريحة كده طبعا المخلل كده بريحة الكرفس. وهضيف تاني او كام ورقة في كل طبقة هضيفها، هحط عليها كام ورقة من الكرفس. وهضيف كمان الهريسة. الهريسة دي هسيبها لكم تحت في صندوق الوصفة انا بعملها ازاي. وده الزيتون اللي هو التفاحي. الزيتون التفاحي ده بيتاكل بعد 10 ايام، من تخليله من اسبوع ل10 ايام.
ما بيقعدش وقت كتير. العجيزي دوت بياخد ممكن يقعد معاكي السنة كاملة، طالما معمول بطريقة صح وكويسة بيقعد سنة كاملة ما بيجرالوش اي حاجة. انما التفاحي ده اللي هو السريع من اسبوع ل10 ايام هتاكلي منه. اهو انا كده خلصت الطبقات بتاعتي. انا هنا بقى ايه، هو انا نسيت هنا، المفروض الاول قبل ما احط الطبقة من قشر الليمون ده هضيف عصير الليمون واضيف محلول الملح اللي انا عملته، بس ايه ملحوقة يعني. هبتدي انا اضيف عصير الليمون بتاعي، قلتلكوا كيلو الزيتون ليه نص كيلو من عصير الليمون، نص كيلو من عصير الليمون، اوعى تنسوا. هضيف وبعدين هضيف محلول الملح بتاعي. طبعا انا ما شفتش حد ما بيحبش المخلل بتاع الزيتون ابدا. دي طبقة من قشر الليمون زي ما قلت لكم انا فرماه، دي بتحفظ الزيتون بتاعي ما يحصلوش اي حاجة. ومحدش يستعمل زيتون اخضر، قصدي انا بعتذر، ليمون اخضر في تخليل الزيتون، لازم يكون الليمون بتاعك اصفر. زي ما قلت كده انا كنت ناسيه ان انا اضيف الاول محلول الملح والليمون، هبتدي انا اضيفهم دلوقتي. هعبي البطرمان بتاعي للاخر، وطبعا وانتي بتعبي الزيتون اضغطي جامد يعني اكبسي ما تخافيش. هبتدي اضيف المحلول للاخر، اغطي بيه الزيتون كويس قوي للاخر. المية دي خلاص بردت خالص على فكرة، ما سملهاش وهي سخنة ابدا. بس انا كده خلصت كمان اهو، مغطيه الوش بتاعه بالقشر بتاع الليمون المفروم، وده لازم. حطي معلقه زيت بقى من فوق الوش. العزيزي كمان بيتعمل بنفس الطريقه، بس ده هيتركن ولازم تغطي ما يخشلوش هوا يعني، غطي كويس، حطي كيس لو الغطا واسع، واقفلي البطرمان بتاعك كويس. اشوفكم فيديو بقى جديد، يا رب يكون